لو لسه مبتدئة هعلمك تعملي تورتاية بدون أدوات، هو قمع واحد بس، وكمان تقدري تستغني عنه لو انتي حابة. بس لو انتي حابة تعملي تورتاية أحلى من اللي بتتباع في المحلات يبقى لازم تشوفي الفيديو ده، عشان هقولك على طريقة سهلة جدا ان شاء الله تستخدميها على طول معاكي في التزيين. وعايزة اقولك كمان ان التكنيك ده بيمشي معانا في كذا ديزاين، وهقولك هو ايه بالظبط. بالنسبة للكيكة اللي أنا شغالة عليها دي مقاس 12، زي ما انتوا شايفين ارتفاع الطبقات ما شاء الله متجانسة مع بعض. وكمان أنا بريح عندي يا بنات الكيك في الفريزر، لازم الكيك يدخل عندي الفريزر على الأقل لمدة 3-4 ساعات، لكن أنا كمان بصراحة ممكن أسيبه ليلة كاملة، بيكون أحلى بكتير لما بتعملي الكيكة أو تحشيها وتسلميها في نفس اليوم وهي لسه محشية. طيب بالنسبة لمقادير الكريمة، عشان اتسألت عليها كتير برضو رغم ان انا كررتها في فيديوهات كتيرة، بس تمام عشان في بنات لسه بتشوفنا لأول مرة. بالنسبة للكريمة أنا بشتغل بريتش المتحدة أو المضرب، يعني أنا بشتغل على طول بالمتحدة، سواء بقى ريتش اللي لقيتها سواء المضرب بجيب ده أو ده، الاتنين أحلى من بعض. بالنسبة للمقادير أنا بشتغل دلوقتي بالمقادير الشتوية، لسه ما دخلتش في المقادير الصيفية. إن شاء الله أول ما هقول لكم هنبدأ في المقادير الصيفية هقول لكم على طول، عشان البنات اللي ماشية معايا وبتعمل بنفس المقادير بتاعتي. المقادير الشتوي لكل كوباية كريمة كوبايتين مية وربع كوباية سكر. طبعا انا بستخدم سكر حبيبات، ما بستخدمش خالص يا بنات اطلاقا سكر ناعم، عشان السكر البودرة بيخلي الكريمة تمط معايا. بدوب الاول السكر مع الميه وبعد كده احط عليهم الكريمه والميه يا بنات. مع ذلك انا لو شغاله في الشتاء والجو ساقع جدا بستخدم ميه سقعانه جدا. طيب بالنسبه بقى للقمع اللي انا اشتغلت بيه ده، بالنسبه للقرطاس ده لو انت حابه ان انت تستخدمي قرطاس يكون موجود معاكي على طول، هاتي الكيس اللي هو ب5 جنيه، مش عارفه دلوقتي بصراحه عامل كام لان هو من ساعه ما انتشر حاسه ان السعر بتاعه رفع شويه. الكيس تقريبا عامل 5 جنيه، كيس مشمع، الخامة بتاعته حلوة جدا، بيتغسل وبينفع معاكي في استخدامات كتيرة. حتى كمان تقدري تعملي بيه زلابية بلح الشام، تقدري تعملي بيه الإكلير، يعني ما شاء الله بيستحمل معاكي العجينة. وتقدري كمان تعملي بيه البسكوت لو انتي عاملة عجينة البسكوت ناعمة وطرية معاكي. طيب بالنسبة بقى للقمع ده، دي إقماع بتيجي مع بعض في ورقة كده صغيرة، بيبقى سعرها حوالي 70 جنيه، بيكون فيها أكتر من قمع، يعني بيبقى حوالي 8 أو 9 إقماع، وكلهم بصراحة حلوين جدا. بالنسبة للحجم زي ما انتوا شايفين أنا شغالة بالحجم ده على مقاس 14، وما شاء الله حجمها حلو جدا. فانا بفضل ان انت لو شغاله من اول مقاس 12 لمقاس 16 الحجم ده هيشتغل معاكي فيهم على طول. طبعا ده غير لو انت بقى بتعملي ورد صغير، بتعملي روزيتات صغيره، فهتمشي معاكي حلوه جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده برضو انا استخدمت عندي جليتر، انا ما بستخدمش جهاز رش، الجليتر عادي كده بجيبه من العلبة بتاعته، ببتدي ان انا بنفخ فيه، يعني بخلي تيار الهواء هو اللي بيوزع عندي الجليتر على الكيك. طيب بالنسبة كمان للكتابة انا كنت هكتب على طول باللون، بس انا بحب بصراحة اكتب باللون الابيض، عشان لو في اي غلطة اقدر ان انا اعدلها، وبعد كده بحط عندي الكتابة باللون اللي انا عايزاه. بالنسبة للزيتات ديت او القمع ده بيمشي معاكي في شكل الفيونكة، وبيمشي معاكي في الشكل بتاع القلوب اللي احنا هنعمله دلوقتي. وزي ما انت شايفة القلوب سهلة جدا جدا. القمع انا قطعاه حاجة بسيطة جدا خالص كأني هكتب بيه، وببتدي ان انا اعمل زي نقطة كده وبنزل بيها لتحت نقطة وباخدها سحبة لتحت، بتديني شكل القلب اللي انت شايفاه ده جميل جدا. تقدري ان انت تدربي ايديكي بيها بره، وهتلاقي الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة. بدون اي ادوات هتعملي عندك التورته بطريقه سهله جدا وبسيطه. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبهولي تحت في التعليقات، وان شاء الله هردلك عليه في اسرع وقت. ولو ما قدرتش اوضح لك التعليق بتاعك في كومنت، ان شاء الله هردلك عليه في فيديو مخصوص. يلا كالعاده ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ما تنسونيش في دعوه حلوه. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.